استنوا فينا ناس في الخيام، استنوا فينا ناس في القدس، استنوا فينا ناس مش لاقيين ياكلوا. انتوا اللي بدكم تفرحوهم لو نص ساعه بتفرحوهم بنبسطوا 45 دقيقه بدنا نموت فيها وان شاء الله رح نفوقها. لا 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 لا، دي بطولة المفاجآت والسيناريوهات المجنونة. اتحدى ال7 مليار ان كان فيهم واحد كان يتوقع ان سوريا وفلسطين يتصدروا المجموعة دي. باي باي قطر، باي باي قطر، هتوحشونا يا قطر. تونس وقطر تقولبوا اكبر تقوليبه في هذا كاس العالم. كيفاش فلسطين تعمل نيل هي وتونس؟ يا ولادي راني باش نذبح يا معلم، ما تحكي لي شيء، راني في الكوره ما نفهمش لا فلسطين ولا بيحسنون. ما تقوليش سيبنا الماتش لفلسطين، ما سيبناهوش ماتش فلسطين، فلسطين ارجل منا. وينهم فلاليس قرطاج؟ اللي نحب نقوله لكم انكم كليتوا فلوس الشعب التونسي يا فلاليس قرطاج. احسن منا نعتزلوا حاجه اسمها كوره، والله على خاطر بالرسمي حاجه جراف وحاجه خايبه على الاخر. برا وروحوا، هذا كبير عليكم، هذا غالي عليكم، هذا ما تنجموش، هذا خاطيكم ماكمش بتاع كوره، انتم بتاع كيراتين. اسمعوا كان هكا روحوا تونس وسيء والحكايه مؤكد منها وكهو كل شيء قال بيع وروح. تو نولوا نعملوا على الجزيريين اخويا، الجزيريين معمل عليكم انت ماشي الجزيريين شنو التونسيين يا اخياتي. والله كان خسرنا اليوم خير، خلينا نعطيو 6 نقاط لفلسطين على الاقل بالروح هذه وبالقتاليه اللي يلعبوا بها، يمشيوا بهم لبعيد يعملوا بهم حاجه احسن. لا تبكي لا تبكي لا تبكي، قطعت قلبي لا تبكي، لا تبكي يا حبيبي لا تبكي. وعندما تظلم المغرب مش بتبكي ليه؟ لما المغرب بيتظلم امام عينك مش بتبكي ليه؟ شوفوا المغاربه لا يفرقون بين اعجمي وعربي. مغربي عنده في سقيه مرحبا، ما عندوش في سقيه كما نخدم. واكاديميه محمد سادس السكت هذه اكاديميه قيس سعيد وتبون، هاي وين وصلتنا. انا مش عارف هنجيب لهم مين تاني. منتخب قطر بعد ما جنس كل الكوكب برضه منتخب نكته، برضه منتخب مش عارف بيلعبوا بمنتخب العالم مش عارفين يكسبوا. كانوا فاكرين ان هي انتهت، ما يعرفوش ان في قذيفه جايه، ما يعرفوش ان سوريا هتبعت قنبله، ما يعرفوش ان سوريا شوف 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 يا سلام 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 على القنبله يا سلام. قوم انت وياه وارفع التحية للمنتخب السوري وللمنتخب الفلسطيني. افتخر يا سوري ويا فلسطيني باللي قاعد بتعمله في بطولة كأس العرب يا رجل. لازم نقف جنب اخواتنا التوانسه في الوقت الصعب اللي هم فيه دلوقتي. بطلب من كل الناس اللي في قطر تقف جنب اخواتهم التوانسه، هنا بقى تبان المحبه والاخوه، دي مجرد كره قدم. لي دو زيكيب هذوما يترناو بالويفي وبالتليفون. وقولوا الحمد لله ما ترشحناش، لانه كان ترشحتوا عجيبكم قدام العالم منتخب الامبراطوريه المغربيه بالذي لا اله الا الله ما يعطيكم 17. على الاقل انتم مرفعوا لنا مرادنا شويه يا وخياتي، ما تروحوا الا بالكيس الجزيريين اتونسيون، ردوا بالكم تروحوا يديكم فارغ وتعملوا عمايلنا ديزولاج، ما نفهم حتى كلمه، ما تروحوا كان يديكم في الكيس. على خاطر زوز اطراح عاطينيهم مرار، نمشيو شيخين عاملين جو، نمشيو بالرسمي فرحانين نستناو في حاجه في نتيجه باهيه، نلقاو كاين عباد ماهيش تكور. جيتونا بالكاتريام عايشك خليتوا على الكاتريام يكيب. روح تونس روحت صير، روحنا من الدور الاول. انتم بتاع كيراتين وفري فاير وفري بوكس ولا فورتنايت ولا بينجو ولينجو، خاطيتكم الكوره، هذا خاطيكم ما همش عليه تحبوا تحمطمونا، علاش تحبوا تكرهونا؟ بياخذوا وقتهم، الراحه موجوده، التعلات نتاع الماتش الاول ما فماش، اليوم نعملوا ماتش أسوأ من ماتش سوريا على الرغم من انه تعادلنا. شوف الجماهير السورية، شوف الفرحة، شوف الابتسامة، شوف السعادة، شوف الروقان، الله شوف زعلانين لان دول شغالين في قناة قطرية، فطبيعي ان هم يزعلوا. هدف عالمي وصلوا، ده الهدف الاول بتاع المنتخب القطري، كانوا فاكرين ان هي خلصت. المنتخب السوري هذا المنتخبات اللي نوعا ما لم تكن مرشحة حتى لتعادل مع منتخب كالمنتخب التونسي او منتخب كالمنتخب القطري، هي تصنع المفاجأة في هذه المجموعة. افتخر يا سوري ويا فلسطيني، أكثر بلدين عانوا على مر كل العصور عم بيثبتوا جدارتهم ويفرحوا شعبهم، أكثر شعبين عانوا على كل العصور عم بيفرحوا الشعب السوري والشعب الفلسطيني. اتحدى دلوقتي مصير منتخب تونس وقطر في ايد فلسطين وسوريا. بعد العملة المهببة اللي جت
في اخر الدقائق دي، فلازم تساعدوا اخواتكم التوانسه. فبنساعدهم بايه اهلاوي؟ ساعدهم كل واحد يلم مع اخواته التوانسه الشنط عشان يوصلوهم للمطار، ونقف جنبيهم لحد ما يوصلوا بالسلامه ان شاء الله للمطار. واضح؟ تاو منتخب سوريا كيف بالويفي يتدرب. توا روحتوا قولوا الحمد لله انه خرجنا بهزيمه مع منتخب سوريا، وتعادل في طعم الهزيمه مع منتخب فلسطين. جبتوا لنا عباد ما تعرفش، ماهيش ما عندهاش اسامي، مش بالضروره تجيبوا لنا عباد عندها اسامي، امشيوا وشوفوا عباد امانك، بدلوا لنا. فهمتوا ولا لا؟ وها مش نبدا نشجع فيكم من تو. فيفا لانجيري ما نتويكم، مش نبدا نشجع فيكم. ما وخياتي والنبي محمد راني مسخن اكتفاتي بيكم راهو تزيريين، وخياتي والنبي محمد نعرفكم راكم كورجيه هكا وقارحين. اللي يلعبوا في التيران ارجل منا، على خاطر حاجك نحنا زباله، على خاطر نحنا شكاره والبحر. يا اخي سامحونا، المعارضين عطاوكم فلوس باش تزيدوا تنكدونا ولا شنو؟ سامحونا اش تحبوا بالضبط. عليه ما سامحني، ماكش بتاع كوره، ماكش فسر لي اش عندكم في وسط الجامعه، واش عندكم في وسط المنتخب، قاعدين كومبلو معناها جروبات تحب تنحيوا الطرابلسي وتجيبوا واحد على كيفكم. يعني الناس تمشي وتقدم وتصلح، ونحن نمشي ونوخروا ونرجعوا بالتوالي. الشوط الاول سجلت هدف، الكره مشيت معاك دخلت في الشبكه وفا واحده بلاش. الكره حبتك اليوم. وقت اللي في اللونتام نتاع الشوط الثاني منتخب فلسطين عملوا غلطه، كورة بالرمضان شوات 2 بلاش، انت متفوق 2 بلاش ومع بداية الشوط الثاني، وفلسطين عملت غلطة وخرجوا من الماتش. الله 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 عليك يا سوري، الله عليك يا سوري، الله على جمالك يا سوري، الله على روعتك يا سوري، الله على هبتك يا سوري، الله على قوتك يا سوري. تونس وقطر تقريبا إقصاء مبكر لهذين المنتخبين. المنتخب السوري بجرينتا غير معقولة اليوم. المنتخب السوري اليوم كان مقاتلا في أرضية الميدان في أدائهم ببطولة كأس العرب. يا رجل فخر، والله العظيم فخر وافتخر. مين ما كنت تكون بهذول المنتخبين. الجولة الجاية لو اتعادلوا هياخدوا ايد بعض كده ويصعدوا للدور القادم بمنتهى السهولة. التعادل فلسطين وسوريا حبايب، نصعد مع بعض، وتونس وقطر يركبوا الطيارة ويرجعوا. دي مجرد كرة قدم ودي كأس العرب، فلازم كلنا نقف جنب بعض، خاصة لما يكون في حد زعل النهارده. طبعا اخواتنا التوانسه كلهم زعلانين ومش هيعرفوا يناموا، محدش هيعرف ينام وهو زعلان. هي المغرب شدت مصر في الالعاب الاولمبيه، قالوا لهم شنو اسم الجسر اللي عندكم؟ يسمعوا فيه في الفسيار، يغنيوا المساروه في الالعاب الاولمبيه قبل مباراه المغرب، قبل مواجهه منتخب المغرب، يغنيوا على كوبري 6 اكتوبر. الاغنيه هذيك تعرفوها، كوبري يعني جسر. المغاربه قالوا لهم مالا باش نعطوكم 6 على اسم الجسر اللي عندكم. من الطاف الله قالوا لمساروه انه الحمد لله انه ما اسموش على كوبري 12 اكتوبر، رقم 12. ورغم كل ده مش قادرين يفوزوا ينتصروا. مليون مبروك، مليون مبروك لسوريا، مليون مبروك للشعب السوري، مليون مبروك للاعبين سوريا الرجاله، مليون مبروك على التألق والابداع والقوه والشخصيه والهيبه. فازوا وانتصروا على تونس وقدروا يتعادلوا مع المنتخب القطري صاحب الارض والجمهور. بدلوا لنا الانترونور، عملوا لنا حل في حياتنا. احنا علاش منكدين؟ علاش ديما مروحين من الاستاد منكدين؟ اللعب لا تربحوا انتم عبارنا ربحنا حني، باكم تخلوهم يربحوكم تكتكم، ما تعملوش غلطتنا حني. باكم ريت فيهم كيفاش يكوروا بسم الله الرحمن الرحيم، تقول سكرانين، ما تعملوش عملتها. انا عندي ثقه فيكم. اخاطر نحن المنتخب نتاعنا ماشي بتاع كيراتين ومتاع باش يوري روحه وباش يفيس هكا هو. عندكم ايكيبات قاعدين تحبوا تنحيوا جول وتجيبوا جول، هذه اموركم نحن ما تعنيناش. نحن نحبوا نفرحوا، نحبوا الكوره. عليه تحبوا تحطمونا وتكرهونا؟ عليه عندكم حسابات صفيوها بعيده على الكوره وعلى الجامعه، ابعدونا. فلسطين تستحق، فلسطين حاربت السوارخ بالحجر. بعد نجينا نلقاك متعادل ب2-2 في اخر الماتش. شنو معناها هذا؟ معناها انت بالمجموعه هذه وبالاسماء هذه وفي البطوله هذه ما تستحقش حتى تتجاوز الدور هذا، الدور الاول، ما تستحقش حتى تمشي لحتى البعيد، وما تستحقش حتى تربح في حتى ماتش، وما تستحقش حتى نقطه. المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني ترفع لكم القبعه، فرحتوا قلوب الشعب السوري والشعب الفلسطيني. منتخب قطر بنسبه تتخطى 90% خارج البطوله بعد التعادل المثير، بعد التعادل
التعادل المهم جدا بعد التعادل 1-1 سوريا وقطر 1-1. شوف النهارده سوريا يعتبر كده طلعت قطر من البطولة. لاعبين المنتخب السوري، أنا شخصيا ربما صحفي جزائري صرت أفكر بأنه سيكون هذا المنتخب هو ربما الحصان الأسود في هذه المنافسة. مجموعة خارج التوقعات، مجموعة بص كأس العرب. بقول لك محدش كان يتوقع ان فلسطين وسوريا يصعدوا على حساب تونس وقطر. الكورة يا جماعة، الكورة. والاحسن انكم ما تناموش، ما انت هتنام زعلان تتقهر مش هينفع، خاصة بعد الجنان اللي حصل ده. يبقى الماتش خلاص هيخلص، ابص الاقي لاعب فلسطين رزع هدف صاروخ طير تونس، لاعب سوريا رزع هدف صاروخ طير الاثنين. فبصراحة شبعنا صواريخ النهارده من سوريا وفلسطين. تذكروها مليح. غرتوا على الرجاء البيضاوي كذلك في عدة مناسبات. الجمهور التونسي في مقابلة المغرب والجزائر في كأس افريقيا 2004 الجمهور التونسي شجع في الجزائر. اي نعم. اما مش منتخب جاي باش يلعب كورة، ماناش منتخب نحن نحب نفهم كيفاش عدلنا معاها نحن البرازيل. تي بربي فلسطين حرقتنا، تي كانت شكلنا 5. علاش ديما كان احنا نروحوا هكايا ما عندناش لا فرحه لا حد شيء. فلسطين حاربت الجوع بالصبر، هذم بالرسمي. فلسطين متاع حرب، فلسطين متاع جوع، فلسطين متاع شر. واخزر ايش عملت؟ خاطر اسهل من سيناريو اليوم ماكش مش تلقى في حياتك. راه على الاقل في ماتش سوريا شفنا لاعبين حاضرين وشفنا لاعبين مش حاضرين. اليوم ما فما حد حاضر، ما فما حتى لاعب كور. قولوا الحمد لله ان شاء الله يا ربي ما يطيحناش ضد المغرب في كاس افريقيا. تلعبوا 3 ولا 4 ماتشات وتروحوا لا ميم شوز. ما كنتش ترشحوا في كاس افريقيا لانه ما كنتش تفكروا بعقليه الرياضه. قاعدين تعملوا في حزازيات. هذا صفاقسي اللي لعبوه، وهذا ساحلي اللي لعبوه، وهذا منين؟ ترجي. هذا سي حمدي المد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. اوكي. انا مش عارف، ما بيقول لك خدوا الاسلحه ازاي ما فيش يعني ما فيش عندهم صواريخ. الصواريخ طلعت النهارده اهي. فالمهم لازم بقى نقف جنب اخواتنا التوانسه. فانا بطلب كل الناس اللي في قطر، مصر، السودان، اصحاب الفضيحه النهارده بتوع الجمهور السوري والفلسطيني. هذا منتخب، هذا منتخب. لو احنا من الدور الاول انا مانيش مشجعتها، ما عادش نشجعها تونس. نمشي نشجع الجزائر، نمشي نشجع المغرب، اما تونس ما عادش مشجعتها. قطر بتخسر في المباراة الأولى أمام المنتخب الفلسطيني، وبتتعادل في المباراة الثانية أمام المنتخب السوري وعلى أرضها وسط جماهيرها في مكانها وسط جماهيرها. مش قادرين بالظلم التحكيمي، مش قادرين يفوزوا على أرضهم، مش قادرين يفوزوا في وسط جمهورهم. ده نص اللعيبة مجنسة، يعني لاعبين كتير جدا جدا في قطر مجنسين. من تهمة متاع كيراتين، هذا كبير عليكم. برا روحوا لتونس، وما خير ما تكملوا، ما تزيدش تخسرونا في الكوستيمات اللي بالمليارات، الصبابط اللي بالمليارات. برا وروحوا ستوب يزي. مادام ما وصلتوش تميزوا بين اللاعب في ساقيه مش الى اي مدينه ينتمي. الجهويات اللي عندكم في عقولاتكم، اللي موجوده في عقولكم الجهويات، انه هذايا مع نادي صفاقسي يلعب، وهذا مع الترجي سي حمدي المد يتغشى علينا يلزموا يلعب، وهذا مع الملعب التونسي ما يلعبش. ونزيدك زياده اخطاء دفاعيه فادحه، نهديو في الكرات نعطيو في الكرات. هل انه بالمستوى هذا اليوم باش تنافس انت وباش توصل في كاس العربيه وحتى في كاس افريقيا؟ فضائح كبيره راهي. هذا منتخب، هذا لا حول ولا قوه الا بالله كان يجوا هذا المنتخب. بالنسبه للجماعه اللي تشجع فلسطين على تونس نعطيكم الحق. كاس العرب راهو تابع الكره، راهو في بالي تابع الكره، راهو مش لازم نستنى نحضروا كل شيء. مش تروحوا بالكيس وما ترفعوا لنا مرادنا كان انتم، وما ترفعوا لنا روسنا كان انتم محبوباتي، وعندي ثقه عاميه فيكم خلاص. ومش تروحوا هكاك ردوا بالكم. واحده كاتبت لي في الكومنتير من الجزائر استنونا انا مروحين معاكم. وين مروحين معانا؟ وين مسخنين اكتفاتنا بكم؟ راهو على الاقل انتم تبيضوا لنا وجوهنا غادي في قطر. يهديكم ربي. العزيمة ثم العزيمة. سوريا وفلسطين في ربع نهائي بطولة كأس العرب. سوريا وفلسطين يستاهلوا، سوريا وفلسطين ما شاء الله عليهم. كي نشوفوا هذا المستوى هذه المنتخبات نقدر نقول لكم باللي مستوانا مع المنتخب السوداني يقول باللي احنا ايضا ما نقدروش نروحوا بعيد بهذاك المستوى. طبعا ان تصححت الاخطاء وان راينا مستوى اخر يمكن ان نطمع للذهاب بعيد. هاي من وصلتكم اكاديميه قيس سعيد وتبور، اسمه على جسمه. وجاه فلوس الشعب هذيك يا سامي طرابلسي ويا فلاليس قرطاج
هذيك فلوس الشعب نحولها، نحو ما عادش فما فريق وطني، منتخب وطني ولا والو. دكار نحيها كومبليتمون وقول الحمد لله ما لعبش ضد الامبراطوريه المغربيه، راهي عطاتكم 17. روحوا وكرموا لحيتكم بيديكم.